بعد هذا المقطع. هاي شنو؟ هذا حريق مال المدرسة. اي نعم ست. علي. نعم ست. ببالك مثل ببالي؟ مثلي. خلنا ننطلق. وقعدنا نتناقش منين نجيب فلوس المنظومة وطفايات الحرائق، وبعدها رحنا لمديرة الدوام الثاني ست ميثاق وتناقشنا وياها، وبالاخير نشرت اني ستوري بحسابي. قلت لكم اريد مساعدة بخصوص هذا الموضوع، وفعلا قدرت اجيب الطفايات ومنظومة الحرائق بمساعدة دكتور بجامعة الفراهيدي الدكتور علي الموسوي. الله يحفظكم من شر الحرائق ومن شر الدنيا، ويحفظ الكادر التدريسي، ويحفظ ابنائنا الطلبة ان شاء الله من كل شر، واشوفهم باعلى المراتب. المدارس اصلا اطفال، يعني الرعب والخوف ممكن يؤدي الى اشياء اسوأ من الحريق نفسه. وسوينا توعية كاملة بساحة المدرسة وشلون نقدر نتعامل مع الحرائق، واختاريت طالبتين حتى يفترون وينقلون التوعية الباقي المدرسة، وانا بواجبهم سويت توعية لهذا الموضوع، وبدينا ننصب المنظومة وطفايات الحرائق بداخل الصفوف والإدارة. هي لازم تكون قريبة من بلاك مال الكهرباء. وتعاوننا كنا الكادر حتى ننجز هذا العمل، حتى تكون مدرستنا وهسه مدرستنا صارت تمام. أمن وأمان.